إذا كنت مهتم بمهنة الكوافير وبدك تعرف كل التفاصيل عن التدريب الاحترافي والدخل المالي، فهيدا الفيديو إلك. خطة التدريب عملية بتخليكم جاهزين لسوق العمل بسرعة. تابعوا، ما تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل الفيديوهات القادمة. أهلا وسهلا فيكم من يسرا أونلاين إليجانس. معكم أنا المستشارة يسرا أحمد. موضوع اليوم مهنة الكوافير، الشغلة يلي بتجمع بين الفن والإبداع الاحترافي. إذا كنتوا حابين تدخلوا هالمجال وتعرفوا كيف ممكن تتدربوا وتحققوا النجاح فيه، تابعوا معي. اليوم بدي شارككم جدول التدريب الأكاديمي بالتفصيل بحيث تكونوا جاهزين وعندكم وعي بهالموضوع لما تدخلوا على معاهد التدريب. ويلا نبلش. الشباب بيحبوا هالمجال لأنه سهل التعلم مهنياً والطلب عليه كبير وفي تطور سريع إذا كان الطالب موهوب. العمر المناسب للبدء من 15 سنة وما فوق، والدخل الشهري للمتخرج الجديد بيبدأ 400 إلى 1000 دولار على حسب إبداعك وسرعتك في أداء الشغل، وبيوصل الراتب إذا وصلت للسينيور ستايلست ل 2500 دولار، بس أكيد على حسب الخبرة والمكان يلي بتشتغل فيه. طيب شو عن جدول التدريبات الأكاديمي بمهنة الكوافير؟ خلونا نحكي بالأرقام لكل اختصاص بهالمجال. عدد الساعات التدريبية محددة واللي بتعطيك المهارات الاحترافية المطلوبة. خلونا نشوف سوا. عدد ساعات التدريبية: تصفيف الشعر للسشوار من 40 ل 60 ساعة، قص الشعر من 50 ل 80 ساعة، الصبغات من 60 ل 100 ساعة، الهايلايت من 40 ل 70 ساعة، الفيرات من 30 ل 50 ساعة، علاجات الكيراتين من 50 ل 80 ساعة، البروتين من 40 ل 70 ساعة، البوتوكس من 30 ل 50 ساعة، البيرم من 40 ل 60 ساعة، علاجات الشعر من 80 ل 120 ساعة، رول الشعر من 30 ل 50 ساعة، تسريحات العرائس من 60 ل 100 ساعة تدريب، تسريحات السهرات من 50 ل 80 ساعة. كل هالساعات بتتوزع على 14 شهر بمعدل 20 ساعة تدريب أسبوعيا، يعني حوالي 4 ساعات يوميا لو عم تتدربوا 5 أيام بالأسبوع. بهالطريقة التدريب بيكون منتظم وعملي وفعال بحيث تقدروا تصيروا محترفين بسنة وشهرين. بدي نوه عن شيء كتير مهم: من بعد ما تنتهوا من التدريبات لابد أنه تنضموا وتتسجلوا بالنقابة العامة للمزينين حتى تحصلوا على الشهادات المهنية والبطاقة الانتساب، لأنه بعض الدول ما فيكم تفتحوا صالونات أو تشتغلوا بالمهنة إلا إذا كنتم مسجلين في النقابة العامة. إذا كنتم حابين تحضروا حلقاتنا السابقة للتطبيق العملي وتتدربوا مهنياً، فيكم تدخلوا على صفحة القناة تختاروا أي فيديو ممكن بفيدكم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كنت أنا معكم المستشارة يسرا أحمد من يسرا أونلاين إليجانس. إذا حبيتوا المحتوى ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناة ليوصلكم كل شيء جديد. إذا في أي سؤال اكتبوه بالكومنت. بشوفكم بفيديو جاي. باي باي.